مرحبا بكم في نهار جديد في كأس العالم مع أديب. اليوم وصلنا للنهار اللي غنحللوا فيه المنتخب اللي توقعت انه يدي كأس العالم، والمنتخب اللي عمل بالنسبه لي وحده من المفاجآت ديال المونديال لحد الساعه، ولكن ماشي غير مفاجأة عاديه، ولكن الى بالنسبه لي انها فضيحه كرويه وعملها المنتخب الاسباني في الديبيو ديالو في كأس العالم ضد المنتخب ديال الرأس الاخضر. بالنسبه للمباريات الاخرين اداء مشرف من المنتخبين العربيين اللي لعبوا امبارح اللي هما مصر والمنتخب السعودي، وايضا المباراه اللي كانت بالليل بين ايران ونيوزيلندا اللي اللاعب الوحيد اللي كنا كنعرفوا فيهم هو بالنسبه لايران هو مهدي طارمي، وبالنسبه لنيوزيلندا كان هو كريس وود اللاعب ديال نوتنغهام فورست، وايضا لاعب تيم بين اللي واخد ضجه كبيره دابا في وسائل التواصل الاجتماعي. المهم هادشي كامل غادي نشوفوه اليوم. غنهضروا على المنتخب الاسباني اللي كيف ما قلت توقعت انه يدي المونديال وخيب لي الامل ديالي لحد الساعه. نهضروا على ايضا المنتخبات كيف ما ذكرت. هادشي كامل في هاد الفيديو هذا، يلا نبداو. المنتخب الاسباني اللي دخل البارح بواحد النظره، كيفاش غادي نقول لكم، نظره احتقار من المنتخب ديال الراس الاخضر، وكأن المباراه فاز بها المنتخب الاسباني قبل ما يلعب الحاجه اللي لعبات في ضد المصالح ديال المنتخب دلاروخا. المنتخب لويس دي لا فوينت اللي دخل بالتشكيله ديال اوناي سيمون في حراسه المرمى، الدفاع كوكوريا اللاعب مدريد جديد، لابورت كوبارسي وماركوس يورينتي، الوسط المعهود اللي كان هو الاساسي في الاورو رودري بيدري وفابيان، ومفوقي بالغياب دلامين ودنيكو دخل بواحد من اغرب القرارات اللي شفنا، غافي كجناح ايسر، اويارثابال وفيران اللي دخل في الجناح الايمن. اجنحه بالنسبه لاسبانيا ما كانوش كيبقاو على الطرف، اما انهم كانوا كيدخلون داخل، اما انهم كانوا كيدخلوا من المساحات اللي كتخلق في هاد المناطق هذه اللي هي الدومي اسباس اللي كيكون قريب من اللاعبين ديال وسط الميدان. بالنسبه للاعبين اللي عجبوني في اسبانيا التقييم راه واضح. بيدري قدم مباراة رائعة، كان الافضل. اسبانيا كتلعب على الطريقة اللي كيلعب بها بيدري، اذا كان بيدري مزيان فاسبانيا باقي عندها الامل في كأس العالم. وبالنسبة لي عاد رجعنا لهذه النقطة ان اسبانيا باقي عندها امل في كأس العالم، وكأس العالم بطولة طويلة والتاريخ يشهد على ذلك. وايضا غادي تقولوا لي انه حيتاش مدريد جابته وكذا، ولكن كوكوريا كان بالنسبة لي واحد من بين افضل لاعبين المباراة في المنتخب الاسباني، علما ان المنتخب الاسباني ما كانش في المستوى ديالو. واما اللاعب اللي الهضره عليه كامله هو بوسينيا 40 عام حارس، قدم مباراة تاريخية. المنتخب الاسباني اذا جينا نشوفوا المحاولات ديالو كان عنده هدفين محققين، 27 تسديدة، 7 على المرمى، وبوسينيا اللي تصد جميع التصديات اللي تسددت عليه. اما بالنسبة للمنتخب الكاب فير فالنقطة اللي كترجح المنتخب الاسباني، والنقطه الايجابيه بالنسبه للمنتخب الاسباني الوحيده في هذه المباراه هي انه ما تلقاش فرص، علما ان الكاب فير اصلا لعبت واحد اللعب دفاعي، واحد النهج دفاعي. بزاف الناس كيقولوا ان اسبانيا كره بحال اللي كنقولوا بالعاميه كره ما بغاتش تدخل، ولكن متفق نوعا ما. ولكن حتى المنتخب الكاب فيردي خصنا نعطيوه حقه، خصنا نعطيوه الكريديت ديالو، قدم مباراة من اعلى طراز على المستوى الدفاعي، ومنع المنتخب الاسباني انه يسجل على المرمى ديالو. وصلت المحاولات ولكن ما حدوا الماركادور ومحد النتيجة بقات 0-0. اذا البلان ديال الكاب فير خرج باحسن طريقه. نمشي للنقطه اللي باغي نهضر عليها وهي لويس دي لا فوينتي. في المرور ديالي عبر المنصه ديال عليا غاديو مع الزميل اسماعيل ذكرت هاد النقطه اللي دائما كنقولها ملي كنكون جالس مع صحابي، مع اي واحد كنهضروا على كره كنظهر في هاد الهضره هادي، ديما كنقول اللي هي لويس دي لا فوينتي مدرب لا يصلح لقياده المنتخب الاسباني، مدرب اللي في الاورو الستاف ديالو كان مساعده بزاف، والرحيل المساعد اللي كان معاه في الاورو وضح ان المستوى دي لا فوينتي كمدرب مستوى قل من المستوى ديال اللاعبين المنتخب الاسباني. شفناه كيعمل اخطاء بديهيه في النيشنز ليغ، شفناه كيعمل اخطاء اللي باينه انها خصها تصلح بكري في هذه المباراه، كاخراج غافي وادخال لاعبين يقدروا يلعبوا في ديك المراكز. دخل بلامين معطل، نقدروا نقولوا ان لامين ما كانش واجد. نيكو ويليامز احسن حاجه كانت هي الدقائق اللي لعب، ولكن بالنسبه لي واحد اللاعب كان خصو يدخل اللي هو داني اولمو. داني اولمو كان خصو يلعب وقت اطول من الوقت اللي لعب، دخل في دقائق متاخره، دخل في دقيقه 81، وبذلك المنتخب الاسباني ما استغلش الكاليتي ديال داني اولمو اللي دائما كتعطي واحد الافضليه للمنتخب الاسباني، التواجد ديالو دائما مفيد للمنتخب الاسباني. وعندي راي انه في الاورو
التحول ديال اصابه بيدري كان واحد النقطه ايجابيه للمنتخب الاسباني، حيت داني اولمو لاعب اللي كيفاش نقول لكم مع المنتخب الاسباني كيصلح بنسبه 100% وعمره خيب المنتخب الاسباني وامال جمهور المنتخب الاسباني فيه. بالنسبه للمنتخب الاسباني نختموا في هذه المباراه انه باقي امل بالنسبه للمنتخب الاسباني. المونديال يلاه بدا، وانا كواحد توقع المنتخب الاسباني يدي كاس العالم وباغي التوقع ديالي يخرج صحيح، واخا انه اذا الارجنتين داتها فماشي مشكل، هاني التوقع يخرج غلط في سبيل ان كأس العالم والنجمة الرابعة تبقى عند البلد بطل العالم حاليا. كنظن ان اسبانيا الخطا وقع بالنسبه لي في واحد الوقت مزيان، في واحد الوقت اللي يقدر يعطيها واحد الهامش انها تصحح الاغلاط ديالها. بالاضافه ان هناك عوده بزاف د اللاعبين ابرزهم نيكو وابرزهم لامين يامال اللي الدخول ديالو في ارضيه الملعب في النهار البارح كان واحد نقطه تحول بدون انه يساهم، واخا ما خرجوا له شي الحاجات كيف ما كان باغي وكيف ما كان خصو يخرجهم، ولكن كيبقى لامين عمل مباراه مزيانه، حاول بديك المستوى اللي كان فيه واخا كان راجع من اصابه وكيلعب اول مباراه ديالو من وقت طويل هذا. اذا المنتخب الاسباني اللي تعادل مع الكابفير سالينا منه، نمشيو للمباراة الثانية ديال منتخب عربي اللي هو المنتخب المصري امام المنتخب البلجيكي. ندوزو للفراعنة المنتخب المصري اللي تعادل بواحد اللعب مشرف امام المنتخب البلجيكي. المنتخب المصري اللي حتى دقيقة 65 باقي غالب، الدخول ديال لوكاكو والوجود ديال لوكاكو اربك المدافعين وتسجل الهدف ديال التعادل. المنتخب المصري اللي بزاف د اللاعبين فيه قدموا واحد المستوى مزيان، لاعبين فحال صلاح مرموش اللي هما الابرز قدموا مستوى مزيان، وحتى الحارس شوبير قدم مباراة في اعلى مستوى. التشكيلات ديال المنتخبات كانت مزيانه. المنتخب المصري اللي دخل بشوبير في حراسة المرمى، حداه هاني ابراهيم فتحي والفتوح في قلب في الدفاع، لاشن وعطيه في المحاور، صلاح اللي لعب كعشرة وكان كيتبادل مع زيكو المراكز، امام عاشور، وهذا الليني ديال ثلاثه كانت كتغير المراكز، بالاضافه الى عمر مرموش اللي بالنسبه لي كان قادر وكان على نقط صغيره انه يسجل لولا تدخل المدافعين المنتخب البلجيكي. بالنسبه لبلجيكا اللي دخلت بكورتوا، تيموتي كاستاني، ميشيل اونغوي، توما موني، الوسط دخل فيه يوري تيليمانس وامادو اونانا، امامهم كيفين دي بروين، الاجنحه اللي ما تالقوش وما ظهروش مره اللي هما دوكو وتروسار، والامام كان اللاعب اللي مش حال هادي وانا كيعجبني والكاليتي ديالو كاليتي ممتازه اللي هو تشارلز ديكاتالايري. بالنسبه للمنتخب البلجيكي اللاعب اللي عجبني فيه هو اللاعب انغوي، اللاعب ديال ليل، المدافع ديال 23 عام، متر و83 في الطول، مدافع قدم مباراة رائعة، حرم المنتخب المصري من هدف محقق في الاكسيون ديالو مع عمر مرموش، بالاضافة الى انه في لي دويل كان ما كيخسرش، والقوة البدنية ديالو سمحت له انه يكون واحد بين الافضل في المنتخب البلجيكي. المنتخب المصري كان قادر انه يخرج بنتيجة محسن لولا الدفاع ديالو اللي صعاب عليه انه يدافع مهاجم مع الدخول ديال لوكاكو اللي دخل في الدقيقة 66 وماركا بعد نفس الدقيقة اللي دخل فيها. الدخول ديال لوكاكو اربك المدافعين وتسبب في هدف التعادل من المنتخب البلجيكي. بغيت نهضر على حمزة عبد الكريم. حمزة عبد الكريم اللي كيلعب في البارسا اتليتيك، اللاعب المعار من الاهلي، واللاعب اللي البارسا كونفيرمات انها غادي يبقى معها المواسم اللي مجا. حمزة لاعب مستقبل كبير، بان كيبين التوش ديالو فيها كاليتي ديال مهاجم، وايضا كنتوقع له مستقبل مزيان مع المنتخب المصري. المنتخب المصري اللي كنظن انه عنده امل انه يدوز من هذه المجموعه اللي بقات له غيلعب ضد ايران وضد نيوزيلندا، منتخبات اللي صعب، وايضا عنده مباريات في واحد الاجواء كتساعدو انه يغلب، خصوصا انه حقق نقطه مع اصعب منتخب في المجموعه. ندوزو للمباراه الثالثه، المباراه اللي تجمعات بين المنتخب السعودي ونظيره الاوروغواياني، المباراه اللي كتعاود نفس الماتش اللي تلعب في 2018 في روسيا. المنتخب ديال الاوروغواي قدم بدايه مباراه ضعيفه، المنتخبات امريكا الجنوبيه لحد الساعه باقا ما كتقدرش تغلب المباريات ديالها، واخا كتعطينا واحد النقط ايجابيه في بعض الاوقات ديال المباراه. المنتخب السعودي اللي بدا الماتش بطريقه مزيانه وصل حاول وقدر انه يماركي مع النهايه ديال الشوط الاول، ولكن المنتخب الاوروغواياني عجبتني رده الفعل ديالو، ضغط المنتخب السعودي في المناطق ديالو وكان على بعد نقطه او اقل من انه يحقق الفوز في اول مباراه ديالو في المجموعه. النتيجه بالنسبه لي مرضيه للمنتخب السعودي، غير مرضيه للاوروغواي،
والمنتخب السعودي عنده فرصه انه يدوز من بين افضل التوالت، خصوصا انه غيلاقي الكاب فير، والكاب فير منتخب اللي المنتخبات الصغيره والمنتخبات اللي متوسطه بحال المنتخب السعودي اللي هو منتخب ماشي كبير يقدر انه في ديك المباراه كاب فير تبغي تلعب معاه كره، تبغي تظهر، وفي ديك الساعه المنتخب السعودي يقدر يستغل هذه النقطه هذه. بالنسبه لحاجه اخرى نشير نهضر على العويس اللي فيما مشيت بحال اللي كيقولوا فيما مشيت تابعني. العويس حارس اللي في المونديال اللي فات عقدنا كمشجعين الارجنتين في المباراه اللي قدم اسطوريه بمعنى الكلمه. العويس اللي حارس ديال العلا حاليا، العويس اللي حارس واخا ب 34 عام وفي اطار وجود حراس في المنتخب السعودي بحال نواف العقيدي اللي هو حارس ديال النصر، الحارس الاساسي بالنسبه للمنتخب السعودي كيبقى هو العويس، واخا في وجود حراس كيف ما قلت بمستوى كبير فحال اللاعب نواف العقيدي. هادشي اللي كان بالنسبه للمنتخب السعودي في هذه المباراه هذه. كيف ما قلت اللاعبين اللي كانوا مزيانين في هذه المباراه عجبني فالفيردي في واحد اللقطات، واخا انه لعب في واحد المركز اللي ما ساعدوش بزاف بالنسبه للمنتخب الاوروغواني. داروين نونيز ما كانش في الشوط اللي لعب فيه، اراوخو اللي ماركا هدف التعادل كان مزيان، بنتانكور هو اللي جاني الافضل في هذه المباراه، قدم مباراه مزيانه ولكن يمكن يكون ما احسن بالنسبه للمنتخب اللاتيني. نختموا بالمباراة اللي تفرجوا فيها غير الناس اللي كتعجبهم كورة، والمباراة اللي تفرجوا فيها غير الناس اللي كيف ما كيقولوا ما عندهم ما يدار، قرروا انهم يجلسوا بالليل ترونكيل ما تبعهم حتى حاجه يتفرجوا في نيوزيلندا ديال كريس وود وايران ديال مهدي طارمي. ايران اللي قدمت مباراة مزيانة امام النظير نيوزيلندي. نيوزيلندا بغيت نهضر على كريس وود، بغيت نهضر على كريس وود يا ناس. كريس وود واحد اللعاب اللي المتابعين ديال الكره الانجليزيه شايفينه في مده هذه. كريس وود الامس قدم واحده من بين افضل المباريات اللي تعلم اي مهاجم كيفاش يلعب بكره وبدون كره. واحد المهاجم محطه بمعنى الكلمه. اذا بغيتي تشوف معنى المحطه رجع تفرج في المباراه اللي قدم كريس وود الامس ضد المنتخب الايراني بجوج اسيستات اللاعب الزميل ديالو جاست. كريس وود كيقدم مباراة عالمية. اما بالنسبة للمنتخب الايراني فالافضل كان كيف ما قال التقييم هو ريزايان، هدف واسيست، عمل مباراة عالمية من احلى طراز. واحد المباراة اللي رائعة، مباراة بالنسبة للاعب الايراني. هادشي اللي كان اليوم بالنسبه لهاد المباريات هادو. بقات ساعه و40 دقيقه باش يبدا اليوم اخر في كاس العالم، ويبدا مباريات جديده اللي غادي نبداو من الماتش ديال المنتخب الفرنسي والسنغالي، غنتبعوها بالماتش ديال العراق والنرويج. موراهم غادي تجي المقابله اللي فعليا غادي تبدا المونديال بالنسبه للاعب ميسي والمنتخب الارجنتيني مع المنتخب الجزائري، وغادي تختم النهار بالمباراه اللي غادي تجمع بين الاردن والنمسا ديال ديفيد الابا. هادشي اللي كان في هذا الفيديو، نشوفكم في فيديو مجي، تهلاو.